خطيرة لابد للحذر في البدايات، لابد للفريق الياباني. انطلق الهجوم، هذه خطيرة تسوكيتو، عرضية والدفاع يتدخل. برافو ياسر ابراهيم اللي ممكن كان في مضايقة كبيرة على اللاعب ياسوي في فرصة خطيرة جدا لنادي الاهلي امام الاندية الاسيوية. الكرة تصل الى حسين الشحات وحتى من يخلصنا امام عاشور شوت، ركلة جزاء. الحكم ماذا هناك؟ ما فيش كلام من الامريكية، ما فيش كلام من توري بينسو، ما فيش صافرة من بينسو. ما الذي حدث في واحدة من الفرص لبيرسيتاو وللنادي الاهلي؟ الشحات يمر من الاول من الثاني، والحكرة نايو بروك وكذلك المصرية الاسيوية كانت اكيد فلومينينسي بهدفين مقابل شيء في مباراة كانت في المتناول في الشوط الاول. بعد الفرص الكبيرة خطأ من الدفاع ومن الحارس محمد الشناوي، ركنية اولى في المباراة. امام عاشور كنترول يحافظ على الكرة، قامات طويلة، هذه العرضية وهذه التسديدة من كانتي لكن فوق المرمى تضيع. هذا هو كانتي هدافهم، عنده 8 أهداف في الدوري الياباني. كانتي امامك في الصورة، النجم الغيني المحترف الغيني في تشكيلة الفريق الياباني. الفوز اللي كان من نصيب علي معلول. كهربا راحت، عادت الى الشحات قوية الى خارج ارضية الملعب. مش ممكن يا محمود يا كهربا، ضاعت الكرة بين قدميك في واحدة من الكرات الخطيرة جدا للنادي الاهلي. بيرسيتاو كيوزومي يعيدها الى هوبرايتن اخرى، احمد نبيل كوكا، عرضية خطيرة، بيرسيتاو في المرمى. ماذا هناك؟ ما الذي جرى في اللقطة الماضية؟ سلامات يا بيرسيتاو، كرة يا سلام عليك يا حسين الشحات رفع الكرة بالملي، حط الكرة بعرضية وكروس. بينما الكرة محمد هاني عرضية والدفاع الياباني موجود. كهربا يحاول من جديد لكن الدفاع موجود. تسديدة من محمد هاني قوية في المرمى. الله، ياسر ابراهيم يتقدم للنادي الاهلي بعد صاروخ محمد هاني. 1-0 لكبير الماما افريكا، 1-0 لبطل افريقيا في كرة والأروع. محمد هاني الصاروخ من بعيد والحارس يعيش على واقع اخطاء دفاعية كارثية. بيرسيتاو يا ولد بيرسيتاو، واحلى الهدايا للنادي الاهلي. بيرسيتاو يجيبها في الشباك. قلت لكم مراورات سنهار تقريبا ضاع بين لاعبي النادي الاهلي في هذا المساء، ضيعوهم، لا دوخوهم في مباراة صعبة على الفريق الياباني. سيقف على المنصات هنا في الشحات، ترك لكهربا. بيرسيتاو امامك، علي معلول، هذه بالراس. وين راح يا كهربا؟ كهربا في اللقطة الماضية رفع يده في اللقطة الماضية لكن بعيدة. الشوط الأول النادي الاهلي قدم واحدة من الأشواط الممتعة، وصلت على اليمين، هذه ممكن تكون صعبة لمصلحة الفريق الياباني. كرة تعود من جديد بهدفين مقابل هدف. لمسة خطيرة، كانتي ممكن يشوط قوية والدفاع يواو بشكل ممتاز لكن الشناوي كان الأقرب. إلى رمية تماس. محمد الشناوي كان الأقرب في إبعاد هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب من 2019 والذي خسروه. بينما الكرة خطيرة، الدفاع سيكيني يمر يلعب الأرضية خطيرة، المتابعة خطيرة على الطاير يا كانتي يقلص الفارق للفريق الياباني. مراورة يامونتس في كرة وفي فرصة وفي خطورة كانت قادمة على اليمين، استغلها الغيني كانتي يسجل الأول للفريق الياباني. مش ممكن التهاون اللي كان في اللقطة الماضية والمتابعة هنا. وفي دوري أبطال إفريقيا بالذات عنده هذه خطيرة قوية يا إمام، ضربت في وصلت من جديد. هنا الكرة تعود لمصلحة النادي الأهلي. إمام عاشور الثالث، إمام عاشور عرضية الرأسية من الدفاع، كرة تعود لكانتي يعيدها من جديد. الصورة من الأعلى، الصورة العلوية للمنطقة. كانتي حطها
واحدة يا إمام عاشور، الثاني حتى الشحط الله خارج القدم، لكن هذه الأولى الكرة حطها إلى محمد هاني. هنا العرضية الرأسية عود، وصلت إلى كهرباء بالكعب بيرسيتا وخلصها بينما الكرة تعود من جديد. هنا العرضية لكن الدفاع إنزاغي نجوم كبير أوقفوا البوكا. هذه كرة خطيرة يورز بقيادة المدرب ميخيل أنخيل. أمامك الصورة أمسخ الشناوي، فرحة الدنمارك بهدفه، ويعود إلى كرة محمد هاني ويقرر كرة في مكانك يا الشناوي، راحت وضاعت. الفريق الياباني عن طريق شولز يسجل أمام الحارس نيشيكاوا، يلعبها طويلة هيروكي يحطها خطيرة ملعوبة للفريق الياباني. عودة معلول البدلاء القادمين بالنسبة للنادي الأهلي، بينما الكرة تاريخي للعرب في كأس العالم. الكرة تعود إلى الراسية لمن؟ كرة علي معلول قوية، الله الثالث للنادي الأهلي، واحد من عظماء كرة القدم في العالم. نعم يا سادة، في وقت نستعيد فيه الأمجاد ونستعيد فيه التاريخ. إبراهيم كملها في المرمى، الله جدار الفار لفريق أورواريت دياموند. نتيجة المساعدة الثانية كاترين نيسبت، والكرة عود لفريق أورواريت. اللمسات موجودة، ياسر إبراهيم عطية، محمد هاني عرضية، والحارس الياباني نيشتوري بينسو. وهنا الإسقاط الكروس، هنا الإعادة، وفي الإعادة إفادة. ينتظر الكرة القادمة، لا تلعب من جديد بينية خطيرة إلى كانتي. العودة الدفاعية السريعة.